السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معايا. ان شاء الله هنعمل رقاق طري النهاردة. بس انا هعمله مختلف شوية. ده معانا رقاق طري واللحمة المفرومة وبصلتين كبار مفرومين. اللحمة تقريبا نص كيلو، بس اكيد انا مش هستعمل الكمية دي كلها. وعندي هنا جزراية، فلفل رومي اخضر واحمر، وحبة طماطم واحدة صغيرة. وطبعا عندي التوابل بتاعتي: الفلفل الاسود، البهارات، والقرفة، والملح. طبعا احنا كلنا متعودين على الرقاق ال- الناشف او الطري طبعا. بس انا عندي هنا كمية ممكن تعمل صينية. بس لو انا ما عنديش كمية كبيرة، يعني ممكن عندي 3 ورقات رقاق بس او 4. طبعا مش هعرف اعمل بيهم صينية، لكن احنا ممكن نعملهم بالطريقة اللي انا هعملها دلوقتي، وهتبقى كمية حلوة لو طبعا عدد بسيط يعني. وهتبقى اكلة لذيذة جدا، وهنشوف هنعملها ازاي. انا هنا حطيت البصل مع معلقة زيت ذرة ومعلقة سمنة، وسايباه لما يدبل عشان احط اللحمة. وطبعا كده يبقى العصاق خلص لما احط اللحمة ويستوي. فانا هجهز الفلفل والجزر، ابشره لحد ما اخلص اللحمة عشان يبقى جاهز للرقاق. انا حطيت اللحمة المفرومة وهسيبها بقى لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي هحط عليها الفلفل الاسود والملح. اخر خطوة طبعا انا هاخد منها جزء لان الكمية دي عندي كتير، فانا ممكن استعملها في حاجة تانية، بس هاخد جزء واحط عليه الجزر والفلفل الرومي في الاخر، بس قبل ما تستوي بحاجة بسيطة، عشان طبعا الخضار ما بياخدش وقت في السوا. اللحمة خلصت كده، بس انا خدت جزء منها بسيط. مش هستعمل طبعا الكمية دي كلها. بشرت الجزر وقطعت الفلفل وهحطه على اللحمة. هقلبه لحد ما يستوي، وهجهز الرقاق دلوقتي. انا شلت اللحمه من على النار وهي دلوقتي جاهزه للحشو. طبعا انا مش بسيبها بقى بعد ما احط الخضار، مش بسيبها تستوي كتير قوي لان الخضار مش بياخد وقت يعني. حطيت القرفه والبهارات. انا عندي بقى 4 ورقات رقاق، 4 بس. فانا ممكن اعمل دول بس. ازاي؟ هنشوف. انا بقسم الرقاق كده، بالشكل ده 4/4. بعمله ربع دايرة علشان انا هلفه، هحط فيه اللحمة والفه على شكل قرطاس. طبعا انا مجهزة السمنة، هدهن بيها الورقة وهبلها بس بمية خفيفة علشان تبقى طرية معايا اما تدخل النار كده. الرقاق قطعته 4/4 بالشكل ده. انا هبله بالمية كده، بلة بسيطة.
لو انا عندي شوربه ممكن استعمل شوربه، اكيد هتبقى كويسه، بس انا بفضل الميه مع الرقاق الطري بالذات، لان هو بيبقى فيه نسبه الدهن كتير، لان ممكن اللي بيفردوا على زيت. طبعا بمسحه بالسمنه. انا بحط الحشو بتاعي هنا كده، وابتدي ان انا الفه ايه على شكل قرطاس كده، وبحطه في الصينيه كده على الحرف اللي مفتوح تحت. طبعا هبل الورقه او الناحيه التانية. الرقاق الطري طبعا في محلات بتفرده على زيت، مش زي الرقاق الناشف بيتفرد على دقيق، فبيبقى نسبة الدهن فيه عالية. علشان كده انا مش بحط شوربة، يعني بحبه يبقى خفيف شوية. وبلف كده بالطريقة دي. انا هنقل هنا عشان يبان اكتر كده، هيبان اكتر. بله ميه كده بس، واحط له اللحمه فيها سمنه، فهي اصلا هتطري الرقاق بالسمنه اللي فيها. هلف كده بس زي القرطاس بالشكل ده. بعد ما اخلصها هدهن وش الرقاق اللي انا لفيته فرشة سمنة عشان يحمر، وادخله الفرن. مش بياخد وقت خالص، طريقته جميلة، بتعجب الولاد جدا. ده بعد ما لفيته انا طبعا هكمل الكمية عشان بس ما اخدش وقت كده معاكم، وبعد ما يستوي هوريهولكوا ازاي. كده الرقاق بتاعي خلص، خرجته من الفرن، هو استوى وعمل وش، وده شكله بعد ما خلص جميل جدا. طبعا دي كمية 4 ورقات بس، عملت كمية حلوة قوي، طعمها لذيذ جدا. الولاد اصلا بيحبوا الشكل ده، بالنسبة لهم سهل وشكله جميل. ولو حابة كمان تحطي عليها جبنة مبشورة من فوق بتدي طعم جميل جدا، ده لو حابة يعني. وبالهنا والشفا.